هي برضه حركه جامده، خلي بالك انك تبقى قاعد في جروب العيله كده وفجاه يتم ازالتك بواسطه. فركشت خطوبتي النهارده وطردوني من جروب الواتساب بتاع عيله خطيبي. ازاي اتخطى طردتي من الجروب؟ من الجروب. حبيبه قلبي، يا بابا اجمد كده ولا مش لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده، ها اجمد، لسه اللي جاي جامد. ربنا يربط على واتسابك يا قلبي. هي عندها مشكله بس ان هي اتطردت من جروب. لا احنا عندنا حل كويس قوي. احنا ممكن تعملي جروب على الواتساب وتضيف العيله عندهم، العيله اللي هو ابوه وامه واخته وبنت خالته وكده، وبعد كده تطرديهم بقى واحد ورا التاني. يلا يا حيوان يا ابن حيوان بره، يلا يا كلب، يلا 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 انت يا وليه عقرب اللي الفركشه كانت بسببك، يلا 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 على طول تطرديهم. بس كده. لو عملوا لك بلوك اشتري خط تاني واعملي جروب تاني وضيفيهم تاني وطرديهم بره تاني. كده انت تكوني اتبررتي. انت مالكيش جواز، مالكيش. دي قاعده حزين ان هي اتطردت من الجروب. هي برضه حركه جامده، خلي بالك انك تبقى قاعد في جروب العيله كده وفجاه يتم ازالتك بواسطه. بس السؤال بقى هنا، السؤال والعله، مين اللي طردك؟ وما تقوليش الواد خطيبك، مين اللي طردك؟ هو ده اللي هنعمل معاه.